يا مساء الورد. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بصراحة عايز اتكلم عن عطر بجربه بقالي فترة، والحقيقة انا عايش معاه بشكل كامل، والحقيقة انا منبهر بيه. السبب ان انا اتأخرت ان انا اتكلم عنه اني بصراحة عايز اعمل حلقة اديله فيها حقه. عطر جميل جدا من دار مبتكرة ومميزة، وعندهم دايما ابداع وعندهم دايما عطور مختلفة، برغم انها مش واخدة الشهرة المطلوبة او الشهرة اللي هي تستحق. بالرغم من العطور المميزة فيها محدش كتير الصراحة بيتكلم عنها، ومعرفش هل هو قلة تسويق أو إن إحنا بنجري ورا الحاجة الهايبد ومش بندور على الحاجات التانية ولا لأ. لكن الحقيقة إن أنا معايا النهاردة عطر من أجمل العطور اللي عدت عليا مؤخرا، والحقيقة إن كنت محظوظ إني اتعرفت عليه في الفترة اللي فاتت. الدار هي دار أتيليه ديزور أو ورشة الذهب. طبعا كلكم عارفين الدار لأن أزايزها مميزة حبتين، جواها شرائح أو رقائق ذهبية. ورشة الذهب أو أتيليه ديزور، أتمنى أكون بنطقها صح على حسب الفرنساوي بتاعي أيام الدراسة يعني. مقدمالي واحد من أجمل العطور الخشبية البخورية اللي ممكن تعدي عليك. حتى اسمه جميل، يعني الحقيقة اسمه يشد جدا جدا جدا. العطر اسمه لارم دو ديزير أو دموع الصحراء. بصراحة اللي اختار الاسم ده عبقري، واللي عمل العطر ده عبقري أو عبقرية لأن هي واحدة ست. والحقيقة إن في دايما العطراجية الرجال شطار أكتر من البنات الحقيقة، لكن في عطراجية بنات بيطلعوا إبداعات. العطر ده من واحد من الإبداعات دي. بص أنا مش هقعد أكلمك عن نوتات، أحط لك النوتات هنا. تمام. هي هقول لك اللي أنا بشمه، أحط لك النوتات هنا وهقول لك اللي أنا بشمه. أول ما ترش العطر ده تعالى بقى نستمتع بيه شوية. طبعا حاجة من العيوب اللي بتاعت الضرر، مش عارف هي عيب ولا ميزة، بس أنا أحيانا بلاقيها عيب، إن هي الجزء الذهبي ده أو الحاجات الرقائق الذهبي دي ساعات بترش على إيدك، فبتبص تلاقي هدومك ممكن تبقى عليها بعض الحاجات زي الترتر كده يعني. بس اتس اوكي بصراحة. أول ما نرش العطر الجميل ده بتشم ريحة بخورية، لكن خد بالك البخور اللي هنا مختلف، يعني ما هوش بخور عربي، بخور مغربي. عارف انت البخور اللي في عطر ذا دارك سايد بتاع فرانشيسكا بيانكي، اللي هو تحس انه بخور فيه توابل كده، تحس ان هو حامي شويه. هو ده موجود هنا. عشان كده انا بقول ان هو يقصد بالصحراء دي. خد بالك الدار فرنسيه، ولما هم يتكلموا على الصحراء فاقرب صحراء ليهم كانت الصحراء بتاعت المغرب. اول ما بيتكلموا على الصحراء بيتكلموا عن تجربتهم او تعرفهم على الصحراء لاول وهله في المغرب او صحراء المغرب العرب. هو هنا تخيل لما اقول لك ان الصحراء بتدمع او بتبكي، يا ترى هيبقى دموع الصحراء دي عبارة عن ايه؟ ممكن تقول لي والله الندى بتاع الصبح، ندى اللي هيبقى على مثلا ورق الشجر اللي في الصحراء، او ورق الشجر مثلا في فصل الشتاء الصبح. ممكن يعني ممكن يبقى يعني تعبير مميز جدا. لكن عايز اقول لك ان هو هنا مش مجرد انه بيوصف حاجة مادية، بقدر ما هو في وجهة نظر الشخصية وبعد معايشتي للعطر فترة طويلة. العطار او العطارة هنا بتوصف حالة نفسية، بتوصف كأن رحلة مغامر أو رحلة مستكشف أول مرة في حياته يعدي على الصحراء المغربية. عدى بأماكن كتيرة، عدى مش هقول لك خيام بقى، بس ممكن أقول لك مثلا شجر بشكل معين، شجر صحراوي. عدى على أسواق بتبيع توابل، عدى على ناس بتدخن، عدى على ناس مولعة بخور. كأن العطر ده بيجسد نهاية يوم مستكشف في الصحراء. وفي الآخر لما بص على ملخص يومه أو رحلته في الصحراء، وشاف قد إيه بالليل الصحراء تبقى هادية وساكنة كأنها حزينة،
حس إن ممكن يبقى خلاصة اليوم ده وخلاصة الروائح اللي هو عدّى عليها في الرحلة بتاعته دي كلّها، ممكن تبقى هي دموع الصحرا. الحقيقة ده التفسير اللي أنا شايفه للعطر ده، وأتمنى إن العطّارة يكون عندها قصّة، لإن الحقيقة لو هي عندها قصّة هيملاني العطر أكتر وهاحبه أكتر، لكن دي بالنسبة لي التفسير الشخصي ليّا اللي أنا حسّيته إن ممكن يكون جِه في بالها كإني تخيّلت رحلتها في الصحرا. العطر جميل جدًا زي ما قُلت، أول ما بترشه بتشم بخور جميل جدًا، جدًا، مع نوتة خشب السارو. عارفين شجر السارو يا جماعة؟ شجر السارو ده أنا عندي منه هنا، أنا زارع منه هنا، أنا باحبه جدًا، باحب أمسكه وأفرك الورقة بتاعته، بيدّيني ريحة خشبية مع فيه أنواع بتدّيك لمسة حمضية ليمونية شوية يعني. ريحته جميلة جدًا، 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 وريحة الجذع بتاعه اللي هو بيبقى تقريبًا مش باين لإنه بيبقى جوّه أوي في وسط الورق الطويل بتاعه ده، منتهى الشياكة والفخامة والجمال، فبيدّيك البخور مع ريحة خشبية فيها لمسة خضرا شوية. بعد شوية تلاقي العطر بدأ ياخد شكل مختلف، نوتات خشبية أو تلاقيه بدأ ياخد لمسة خشبية تزيد شوية وتبقى بشكل مكثّف شوية، مع ريحة قريبة من ريحة الجلد بس بتميل إلى الريحة الخشبية برضه، مع لمسة من الباتشولي الأخضر. وأقول لك على حاجة، أنا باشمّها لكن هي مش موجودة في النوتات اللي هاحطها لك فوق، أنا باشم ريحة تبغ، باشم ريحة تبغ هنا بصراحة شديدة بمنتهى الوضوح، باشمّه بشكل مش عارف هو ليه مش مذكور، يمكن أنا متهيأ لي لأ، بس هو واضح، أنا وجهة نظري إن هو واضح جدًا، جدًا في العطر ده، خصوصًا في الmiddle note، وباشوف كمان إن هو بيفضل مكمّل في الbase note أو في القاعدة، مع الباتشولي اللي بيفضل مكمّل برضه، مع نوتات خشبية أزيد، بالإضافة بقى لحاجات إيه، لمسات شرقية من العنبر ولمسة بسيطة من الفانيليا، باشم برضه فانيليا بشكل واضح، مع إن هي مش مذكورة في النوتات على فكرة. وباشم نوتة بلسمية اللي هي طبعًا من البنزوين، يمكن على فكرة تصدّق الفانيليا ده ممكن يكون من البنزوين، لإن البنزوين نوتة بلسمية كإنها فانيليا دافية كده، فممكن يكون منها فعلًا. لكن هاقول لك على نوتة تانية أنا باشمّها وبتفضل مكمّلة معايا لآخر العطر، هي نوتة الجنزبيل، مش مذكورة لكن أنا باشمّها. باشمّها إزاي، باشم التبغ في الmiddle note، باشم جنزبيل في الdry down أو في الbase note. هو ذاكر إن في نوتات حمضية، بس أنا الحقيقة مش باشمّها أوي، لكن باشم جنزبيل، ممكن يكون الجنزبيل مدّيني الإيحاء ده، لكن لأ، أنا باشم بصراحة نوتة spicy خضرا اللي هي بتاعة الجنزبيل. أنا ما باخطئش ريحة الجنزبيل لإني باحبه جدًا في العطور، باحبه جدًا، جدًا يعني، حتى في العطور وفي المشروبات، وهو مفيد جدًا يا جماعة خصوصًا للرجالة اشربوه يعني. المهم إن العطر أو التحفة العطرية اللي قدّامي ده الحقيقة إن هو أبهرني من أول استخدام، وبقيت كل ما أستخدمه أحبه أكتر، أكتر، وأتخيل القعدة في الصحرا، لو أنت قاعد في الصحرا في مكان ممتد وشاسع وفيه هوا حلو أوي، وقدامك القمر في السما، وبعض النجوم حوالين القمر، لأن القمر بيبقى بدر، النجوم تقريبًا مش بتبان بشكل كبير، وضِلّك مرمي من القمر على الرمال بتاعة الصحرا، وقاعد بتدخّن، قاعد حاطط عطر معيّن، قاعد بتشم ريحة عنبر بسيطة، قاعد بتشم ريحة التوابل، كل الملخص ده موجود في إزازة عطر. الحقيقة الاسم جميل جدًا ويشد جدًا، ومن الأسامي اللي تحس إنها فعلًا ذات معنى وأضافت للعطر قيمة كبيرة. دموع الصحراء من أتيليه ديزوغ أو ورشة الدهب، والحقيقة اسم أصلًا الدار باحبه جدًا، يعني تخيل واحد مسمي دار عطور ورشة الدهب. عبقري، وبينتج عطور عبقرية. بالنسبة للأداء، العطر أداؤه كويس جدًا، جدًا، مش هاقول لك إن هو جبار، لكنه الأداء المُلفت، الأداء اللي ممكن يخلّي الناس تسألك عنه، وأعتقد إن ده بسبب الجنزبيل، وجهة نظري الشخصية، مع التبغ، مع السَّرو اللي أنا باعشقه وبالقطه في أي عطر. العطر أداؤه كويس، مش فواح الفوحان الجبار، لكنه فوحانه ملحوظ وثباته ممتاز جدًا، جدًا. عطر مناسب لصباحات الشتا والخريف وطبعًا ليالي الشتا الجميلة جدًا. العطر رسمي، ما أعتقدش إن أنت ممكن تروح الgym مثلًا وأنت حاطّه أكيد يعني، ولا تروح تقعد على القهوة مع أصحابك وأنت حاطّه، زيارات خاصة، رسميات. ممكن برضه يبقى عطر date، لكن هو ممكن ما يعجبش ناس كتير، فبرضه توخّى الحذر يعني. لكنه عطر برضه باشوف إن هو مش مناسب لحد أقل من 30 سنة، العطر فخم أوي، من العطور اللي لو أنت ما جربتهاش صدّقني لو بتحب العطور الخشبية البخورية التابلية اللي فيها تبغ، العطر ده ليك. من أجمل عطور الدار اللي عدّت عليَّ،
عطر عظيم جميل بما تحمله الكلمة من معاني، بكل ما تحمله الكلمة من معاني. جربوه يا جماعة وهتدعوا لي. وجربوا على فكرة من الداردي حاجات تانية، لأن الداردي عندها تحف، عندها عطور كتيرة جدا مش مشهورة، مش مشهور لها غير 3 4 عطور تقريبا. فجربوها واكتشفوا التحف اللي عندهم. ويا ريت لو حد جرب العطر ده يكتب لي يقول لي رأيه فيه، ولو جرب حاجة تانية مش معروفة ومش مشهورة من الداردي يا ريت يقول لي. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن عطر مختلف، انتظروني.